بيأيدوا قرارات رئيسنا عبد الفتاح السيسي. ايوه طبعا بلد الزيتون، لا مش بلد الزيتون كمان، مش بلد الزيتون. انت عندك فلسطين دي ارض غنية زي سينا كده، هم سينا ارض غنية. فالنهارده حضرتك لما تقول فلسطين، ما هو امبارح كان بينزل فيديو على صفحته الرسمية بالذكاء الاصطناعي، وبيقول لك هتبقى منطقة سياحية وهتبقى سلم غانم. اللهم امين، كلنا بنتمنى للوطن العربي كله يرجع سلم غانم، والناس تفوق، والناس ابتدت فعلا تفوق، والوعي في العالم كله. وخد بالك اللي اصلا ترامب بيتحدى العالم كله، تمام، وبيلهي بقى العالم، بيلهي كل دولة بقى بحالها. يعني ايه، يحط شوية على ألمانيا، شوية على المكسيك، يحط شوية على كندا، ويقول لك كندا تبقى الولاية ال 51 لأمريكا. فأنا متجوز من فلسطين، أهلا بيك وأهلا بفلسطين. فهو هو عمال يحط على على الناس، يعني فاهم، بيلهيهم. هو فاكر ان امريكا هتفضل دولة عظمى زي زمان. تخطيط امريكي واسرائيلي طبعا، صهيوني، يعني هي كلها ايه طبعا، ميم سين، يعني ماسونية، تخطيطات، يعني تخطيطات ماسونية لإلهاء العالم. انت بتقرا ايه ما بيحور يا بقى، قلبي؟ تطلع منها يعني. هتطلع. المفروض يعملوا قاعدة عربية. هو المفروض، هو رئيسنا اقترح كده، رئيسنا اقترح اللي يتعمل قاعدة عربية، ومصر هي اللي تبقى ماسكة زمام الأمور يعني، ورفضوا. دلوقتي ندموا. يعني هم لو كانوا سمعوا كلام رئيسنا عبد الفتاح السيسي من 2014 و15 والاجتماعات، لأن المخططات كانت معروفة ومدروسة ومحطوطة من زمان، بس كان امتى بقى تنفيذها؟ فدلوقتي دلوقتي بيحاولوا ينفذوا مخططاتهم على الوطن العربي وعلى العالم العربي، لتوسيع رقعة الكيان وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، تمام. بس فالنهارده حضرتك في أحداث كتيرة قوي كل يوم بتتم، كل ساعة وكل دقيقة أحداث بالنهار وأحداث بالليل وكل يوم. ودلوقتي أهم حاجة عندهم فلسطين، هم عايزين الأرض الفلسطينية. فبيجروا بقى العالم بقى. صاحبك امبارح بقى قال لك ايه بقى، ما نقترح على العالم اللي بدل ما هم عايشين في دمار وعايشين في خراب والفلسطين دي جواها حلو جدا وارضها جميله جدا، ما نعملها منتجع سياحي، ما نعملها للعالم كله يستفاد منها، فاهم. كل واحد بيبقى عنده تفكير. هو طبعا التفكير مش تفكيره، تفكير ايلون ماسك ونتنياهو، وطبعا اقترحوا على الدولة المصرية اللي هي يتشال عنها الديون الخارجية 150 مليار، ويمسكوا إدارة غزة من 8 سنين لحد 15 سنة، يعني من 8 ل 15، ومصر رفضت، لأن مصر طبعا أكبر من كده بكتير. مصر تاريخيا تدعم القضية الفلسطينية، ولكنها الوقت نفسه لا تريد أن تصبح غزة عبئا عليه. لا، هي مش قصة عبئا عليها، هي مش قصة عبئا عليها. غزة ليها أهلها، غزة ليها أهلها، غزة ليها أهلها يحكموها. ما تجيش تقول لي امسك إدارة دولة 8 سنين ولا 15 سنة. طب أنا همسك إدارتها على حساب إيه؟ على حساب مين؟ على حساب الشعب الفلسطيني؟ امسك إدارتها بقى وهجر أهلها، امسك إدارتها بقى واسمع كلامنا بقى، ما احنا دفعنا لك الديون الخارجية، وحط بقى ايه بقى، وتكسر ونكسر عينيك بقى، ما انت مديون بقى واحنا سدينا لك دينك. اي كلمة هنقولها تنفذ في الوقت والحين.
لا طبعا مصر اكبر من كده. مصر ما عندهاش مطامع اللي هي تحكم اي دولة تانية. يعني نحكم بلدنا، ونحافظ على حدود بلدنا. اما نجيش واحد يقول لك اصل احنا كنا مسلماها لك شبر هنا زيادة وشبر هنا دوت نقص. ولا واحد يجي يقول لك ايه اصل انا كنت مديها لك وهي مليانة موارد وانت سرقتها. ولا واحد يجي يقول لك ايه انت وديت فين اهلها، انت السبب في تهجير اهلها على فكرة. تمام. مش هيحصل. مصر مش هتبقى في وش المدفع. مصر مش هيتلعب بيها الكورة. مصر أقوى من كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصر أقوى من كده وأذكى من كده. وأي حد يستقل بتفكير المصريين أو تفكير قادة المصريين يبقى معرفش مين هم المصريين. مين هم المصريين اللي عملوا الحضارة المصرية؟ مين هم المصريين اللي نحتوا على حضارتهم تاريخها وقعد آلاف السنين واحتار العالم كله في اللي هم يعرفوا الحضارة لحد النهاردة. محدش عارف الحضارة المصرية. هم دولة المصريين. المصريين مصر بلد عظيمة جدا بأهلها طبعا. واحنا لما نيجي نتكلم على دولة مجاورة لينا ان شاء الله المصريين هيرجعوا فلسطين. طبعا احنا واقفين قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، مع الدولة الفلسطينية من الاول خالص. من الاول خالص وهي مصر واقفة مع الدولة الفلسطينية، واقفة مع فلسطين. ويا جبل لا يهزك ريح. زي ما كل واحد فاكر اللي هو ذكي بيحاول يتذاكى على القيادات المصرية، لا مصر أقوى من كده وأذكى من كده. محدش يقدر يتذاكى على الدولة المصرية، لأن المصريين أذكياء. المصريين يوم حضارة قعدت أكتر من 7000 سنة لحد النهاردة. 7000 سنة كل جيل بيحاول يفك شفراتها، محدش عارف يفك شفراتها. فاستحالة حد يقدر على المصريين أو حد يقدر يفكك الشعب المصري، أو حد يقدر يمشي كلامه على مصر. مصر بلد قوية جدا جدا. شعبها وجيشها وقيادتها طبعا ده افتخر وترفع راسك فوق ان انت مصري. النهارده انت مصري دي كلمة كبيرة جدا. انا مصري، ايه ده حضارة. احنا ما كناش الاول كنا بنقول ايه نسافر اي دولة وناخد الجنسية وبتاع ايام بقى العهد السابق. النهارده لا، النهارده انت مصري. انت فرعون. انت مصر بعظمتها بحضارتها بتاريخها القديم والتاريخ الحديث واللي بيحصل في مصر النهارده. لا انت النهارده تفتخر كل الفخر اللي انت مصري. بلد عظيمة طبعا. لو حد عايز يطلب جست يا جماعة يطلب. فما حدش يتعالى على مصر. ومصر على فكرة محتضنة. مش لازم اللي انا احتضنك اللي انا امسك ادارتك، لا انا ممكن اقف معاك زي ما مصر واقفة. مصر طبعا ليها زي ما انتوا عارفين وشايفين اي قرار حتى الهدنة بتتاخد ايه قرارات بتطلع من مصر. يعني اي قرار بيتاخد من مصر. اي حاجة قبل ما حد يقرب يعمل اي حاجة يقول مصر. هي ليه مصر قوية كده؟ هو ليه جيش مصر قوي كده؟ ايه يا جماعة ده احنا بهرنا العالم. ايه ده رئيسنا تسليحه جيشه ذات نفسه البوينت دوت هز الناس كتير قوي. عمل لناس كتير ضجة في تفكيرهم وفي حساباتهم الحسابات اللي قاعدين بيكتبوها في كتب بقالهم كام سنة اتعمل لهم ضجة. اتعمل لهم تربتة كده. انت ايه اللي انت عملته فينا ده احنا قاعدين نكتب ونذاكر ونحفظ عشان خاطر نمشي بمخططاتنا، وانت تيجي تغير كل قواعد اللعبة في ثانية. وايه وشعبك في ظهرك كمان. انت مين يا عم؟ فاللي بيحصل الايام ديت من مصر حاجة قوية جدا 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 جدا.
بس ربنا يا رب العالمين يا رب ينصر بلدنا دايما وينصر رئيسنا، ودايما مصر دايما تبقى احسن واحسن 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 في الخير طبعا ان شاء الله باذن الله. ودايما بنقول يا رب استرها ونفضل اقوى واقوى واقوى واقوى، وكل يوم كل يوم بيحصل جديد، وكل في الثانيه. متهيألي الساعة بتاع قياداتنا غير الساعة بتاعتنا خالص، حسابات قياداتنا غير حساباتنا خالص. وانا قلت كده على فكرة من كام سنة، يعني ما قلت لكم ساعة رئيسنا عبد الفتاح السيسي الثانية فيها بمشروع، والثانية فيها بحاجة بتتعمل. شوفوا قدماء المصريين بنوا الأهرامات، احنا بنبني مصر الحديثة، ورسمنا على حدودنا خطوط حمراء، وعلى حدود دول مجاورة جنبينا كمان خطوط حمراء، وقلنا لأي دولة مسافة السكة احنا جنبك، مسافة السكة في ثانية هتلاقينا على طول. فالنهارده وانا كنت بقول كده وتطلعوا، وفي ناس كانت تطلع تقول لي ايه اللي انت بتقولي ده؟ لا، ده حاجة انا مأمنة بيها زي ما مأمنة بالله لا اله الا الله محمد رسول الله، مأمنة لمصر وقيادات مصر ابصم بالعشرة اللي هم اقوى جهاز مخابرات في العالم كله، اقوى رئيس جنة في التاريخ القديم والحديث، رئيسنا عبد الفتاح السيسي. ازاي؟ الله اعلم. ازاي الراجل ده جنة؟ الله اعلم. ازاي ربنا بعته لنا في الوقت ده؟ الله اعلم. دي حاجة هدية من عند ربنا، هدية كده بعتها لينا، هدية بعتها للمصريين. ليه؟ من تبتنا، من أصلنا. شوفوا محافظات النهاردة اللي هي الناس اللي كانت بتشتكي من كام شهر وما فيش سكر وما فيش رز. شوفوا العربيات القافلات اللي رايحة لفلسطين. شوفوا في رمضان موائد الرحمن هتبقى عاملة ازاي. شوفوا الخير اللي في مصر عامل ازاي. هددونا بالمية اللي احنا بنشربها، قلنا ما بنخافش، ووسع يا ابني في الرقعة الزراعية. طب جبت منين المية؟ عامل حساب لكل حاجة، محطات تحلية مياه، محطات تحلية مية البحر، محطات للزراعة. ايه ده؟ طب اتعمل امتى كل ده؟ اتعمل فين؟ اتعمل ايه الوقت ده؟ تغطية للطرق، تغطية تغطية للترع، تطهير ترع والاستفادة من المية بتاعتها في الزراعة، توسيع طرق. ايه ده؟ هو يا عم واحنا كنا هناكل كباري؟ واحنا هناكل اسمنت وزلط وحديد؟ اكلونا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ بعض المغيبين كانوا بيطلعوا علينا وبيقولوا كده، فاكرين؟ واحنا نطلع نقول لهم اصبروا 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 سطروا، اصبروا سطروا. مصر كل حاجة بتتعمل فيها ليها سبب، كل خطوة رئيسنا بيخطيها ليها حاجة. في نفس الوقت رب العالمين كشف ستر، كشف في الستار اللي كان على عيون الناس في مهاجمتهم لرئيسهم، ووضح كل حاجة. رجعنا قلنا لأ، أمين أنت صح يا ريس، أنت اللي صح وإحنا اللي غلط. ووقفنا كلنا النهاردة بنقول الحمد لله، الحمد لله اللي إحنا عندنا رئيس بطل. كل قرار رئيسنا بياخده ايه ده؟ لا ده يعني بعد 7 اكتوبر عايزه اقول لكم كام اشاعه طلعت على رئيسنا عبد الفتاح السيسي. ده هيبيع سينا، ده عامل بيوت علشان هيودي الفلسطينيين فيها، وهيبيع سينا وهو مش عارف بيعمل كده عشان الدنيا تهدى عليه. ده شوفوا هيبيع مية النيل. شوفوا ده باع قناة السويس. ده شوفوا ده باع مش عارفة ايه. وقعدتوا تشتغلوا في كمية اشاعات وكمية اعتداءات لفظية عليه وهو ساكت ما بيتكلمش. نو كومنت، سيبكوا تهروا زي ما بيقولوا. قعد يقول لكم اهروا زي ما انتوا عايزين، وسيبوني انا اشتغل. انتوا اهروا واتكلموا وسيبوني انا اشتغل، وكل ما تتكلموا عليا هشتغل اكتر، وكل ما تقفوا ضدي
اكتر هشتغل اكتر، وكل ما تهاجموني ما انتوا ولادي مش هعرف اعمل لكم حاجه غير اللي انا احوط عليكم واحافظ عليكم واسيب الايام تثبت لكم اللي انا صح وانتوا اللي غلط. وطلع كلامه صح، طلع اللي كل خطوه خطاها صح، طلع اللي كل لحظه او كل دقيقه او كل جنيه اتصرف في مشروع او اتصرف في اي حاجه هو عملها صح. حتى في الاتصالات، حتى لما حصل هجوم على الهجوم اللي حصل سيبري، الهجوم السيبري اللي حصل على العالم كله الا مصر. قلت ايه ده؟ هو ازاي مصر ما تعملش عليها هجوم سيبري؟ وهو قبليها كان عامل وقال لكم بصوا انا عامل ايه، انا عايز الشباب تشتغل، انا عايز الشباب تتعلم كمبيوتر، انا عايز الشباب تدي اكتر واكتر، انا محتاج الشباب، انا محتاج الشباب اللي انتوا بتوقفوه على الناصية وبتبوظوهم، انا محتاجهم لبلدهم، وانتوا ما سمعتوش كلامه. كل كلمة هو قالها انتوا اللي بتقفوا قصاده، وهو اللي بيطلع صح وانتوا اللي غلط، هو اللي بيطلع صح وانتوا اللي غلط. فلما تيجي نقول مصر، لا، نقف كده ونشد حنا ونبقى مفخورين ومتفشخرين زي ما بيقولوا بالبلدي كده، اللي انا مصري، انا مصري، انا رئيسي عبد الفتاح السيسي اللي طور مصر وحمى مصر من كل شبر فيها، حماها ووقف معاها، ووقف مع المصريين بكل شجاعة وكل إرادة، ووقف قصاد العالم كله عشان خاطر المصريين وعشان خاطر مصر وعشان خاطر الدول المجاورة لمصر. مش مصر بس، مش مصر بس. ما هو كان واحد غير يقول لك انا مالي يا عم، انا عادي ليه، انا امريكا، ما في دول تانية بتبوس الايادي لامريكا، انا عاديها ليه؟ ووقف بطل ورفض سفره ودخوله للبيت الابيض، مع ان دي الامريكان اعتبروها اهانة ليهم. ازاي دوت؟ ايه يا عم، ايه ده؟ مين ده اللي جالنا ده؟ طلع لنا منين ده؟ تمام. عرضوا عليه تاني، قال له طب نعرض عليه فلوس يمكن يجي بالفلوس ولا حاجة، ما هو اكيد الراجل ده فيه حاجة، لازم هنعرض عليه كل حاجة. قال لك لا، قال لك لا، والسلطة انا مش عاوزها، هما يومين عايشهم على وش الارض. اللهم مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء وتنزع الملك من من تشاء. مش خايف، زي ما بيقولوا ايه عندنا في الصعيد، بيقولوا شايل كفنه على ايده، ما بيخافش، بطل، رئيس بطل. ف مهما نقول ومهما نتكلم ومهما ندي ونقول 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 ونحط صور في بيوتنا ونحط صوره في قلبنا وفي عقولنا ونقول انت اللي انقذتنا، انت اللي شجعتنا، وانت اللي خلتنا اقوياء قدام العالم كله، مش هنديله حقه ومش هنوفي، مش هنوفي، مش هنوفي، لانه هو كفى ووفى في كل حاجه. رئيس كفى ووفى. فربنا يا رب يحفظه لنا. استاذ مصطفى تعالى، ابو علي الهواري تعالى. تعالى يا استاذ مصطفى، تعالوا ريحونا شويه ناخد نفسنا من الكلام. صباح الخير. استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى. ده واحد فل. يسعد صباحك يا فندم. صباح الخير. واحد بيقول لي صباح ابو علي الخير. الهواري، واحد بيسالني بيقول لي يعني القضيه الفلسطينيه، فبقول له مصر كفت ووفت ولحد النهارده كفيه وموفيه، ولولا مصر ما كانش هيبقى في فلسطين لحد النهارده.
صح كلامي ولا انا غلطانه؟ طبعا صح صحيح 100%. ولولا وقفه رئيسنا عبد الفتاح السيسي الراجل الشجاع اللي ما بيخافش من حد، ومهما تقول ومهما تعيدوا عليه ما بيخافش، لولا وقفه قيادتنا مع القضيه الفلسطينيه ما كانش يبقى فيه فلسطين خالص، كان زمانها بقت اسرائيل ايه فلسطين اسرائيل تاني، صح ولا مش صح؟ اهو واحد بيقول لك انتوا بعتوا القضيه الفلسطينيه ب 155 مليار دولار. ده طيب كلام يا صح، حبيبي ده هات لي كلام اثبات، صحيح. الرئيس هات لي اثبات. رئيس عبد الفتاح السيسي تمام، نقول له تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، ربنا يحفظك يا سعادة الرئيس. تمام. ومن كتر الغلاوة احترت أنا فيك، مكان القلب أشيلك وبدل النبض مخليك. تحيا طبعا مصر دائما وأبدا. طبعا طبعا. واسمحوا لي أنا هنزل عشان في الدوام بس، ماشي؟ لا اتفضل يا استاذ ابو علي هواري. طبعا رئيسنا لولا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، لولا قيادتنا ورئيسنا ومخابراتنا الحربيه ومخابراتنا المصريه ما كانش هيبقى فيه فلسطين، ما كانش هيبقى فيه انت تطلع تتكلم بالطريقه دوت. بيقول لك تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي كذاب كذاب، هات لي بيه منشور وابعته لي وانا اطلع اقول لك انت كذاب، لاني ما حصلش ولا هيحصل، ما حصلش ولا هيحصل، لان معداتنا وشركاتنا تمام جوه فلسطين حاليا خليه بس بتحاول يفتكر، خليه تعمر يفتكر لما وزير فلسطين. الدفاع طلع حذر النتن وقال له ما تخشش وما ينفعش ان يبقى في صدام بينك وبين مصر. مصر عندها قوة غاشمة. وزير الدفاع الإسرائيلي لما يطلع يصرح بكلام زي ده بيدل عن ضعفهم. استاذ مصطفى، ممكن استاذ مصطفى نعرف الناس يعني ايه قوة غاشمة؟ قوة غاشمة يعني كل الجيش بقواته المسلحة بجميع معداته التقيلة جاهزة لأي صدام عسكري في إن لزم ثانية الأمر، غاشمة وعنده استعداد. يعني في ثانية تطوي، في ثانية تشيل بلد من بيكون على في وش تل أبيب يا فندم، بيكون في تل أبيب. وأمريكا نفسها قدمت تقارير لترامب بعدم الصدام العسكري مع الدولة المصرية، وبنفس اللفظ إنها تمتلك قوة غاشمة وتمتلك أسلحة أعلى من النووي نفسه. وده شفناه وسمعناه وصرح بيه. بس هم عايزين يعرفوا احنا عندنا ايه. كل اللي واجعهم عايزين يعرفوا ايه اللي احنا بنعمله في سينا، احنا بس عندنا واللي بنعمله رجالة. تحت الأرض. احنا عندنا طبعا. رجالة، احنا عندنا ف رجالة تاكل بني ادمين، عندنا رجالة من غير اسلحة ولا من غير اي حاجة تخش تاكل البشر من بيوتها، عندنا رجالة واقفة على الحدود اسمهم الصاعقة المصرية كمان، بياكلوا بني ادمين، ياكلوك والله العظيم، ياكلوك كمان ويحلوا بيك انت واهلك من غير اسلحة، من غير طيارات، من غير دبابات، ياكلوك. عندنا رجاله تشوفها يعني ممكن تيجي لك شلل رعاش من وجهها وشكلها، بس من غير اسلحه، بس من غير سلاح، ما بالك بقى دول داخلين لك بسلاح. عندنا رجاله مصريه واقفين على الحدود، اسود، ياكلوا الاسود كمان، ياكلوا الاسود، رجاله لا تهاب الموت، رجاله لا تهاب الموت. ما عارفين الكلام ده، هم عارفينه وعارفين قد ايه. بدليل ان حضرتك فرض ارادتك بقالك 14 سنه، بقالك فتره طويله بتقولي لا لاي قرارات بتملى عليكي. رحت جبت سلاح من بره فرضت ارادتك وقلت لا للتهجير ونعم لا للتهجير. بنعمار غزه، بنعمر في غزه. فرضت ارادتك في كل القرارات اللي كانت بتاخد. ترامب نفسه طلع قال لك انا يعني فوجئت ان الاردن ومصر رافضين المقترح الامريكي اللي هو كان يهجر عشان يعمر.
فتراجع زي ده من رئيس دولة زي ده، ده معناه ان انت فرض ارادتك على كل دول العظمى. وبعدين مصر ملوش دية، يعني مصر اوعى تفتكر ان انت هتديله فلوس عشان يبقى تسكته او تكسر عينين. مصر ملوش دية. ليه؟ سبحان الله، المصري محبوب في كل الدول. يعني النهارده بعد ما طلعنا من 2013، بعد النكسة اللي اتنكسنا سنة مع الإخوان المتأسلمين فيها، وحصل إفلاس للدولة المصرية. تمام. الدول كلها وقفت مع مصر، ومصر قامت. مصر قامت وعمرت، ولحد النهارده بنعمل دولة جديدة. انتوا بتحلموا بتقعدوا سنين وسنين 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 عشان تعملوا ربع اللي اتعمل في مصر في فترة صغيرة. العالم كله نام سنتين في الكورونا، نمتوا ننا واحنا كنا شغالين، نيموكوا ننا. تمام. سنتين عشان يغيروا العالم، ويغيروا ويبتدوا في مخططاتهم، واحنا صاحيين واقفين برضو. ما بيهم لا نهاب الموت. اصل احنا شفنا الموت بعينينا، ما بنخافش منه. تمام. فمصر لما تيجي تقول مصر، تمام، لا، مصر بلد قوية، رجالتها رجالة قوية، رجالة قوية. عندنا رجالة الله أكبر عليهم، الله يحفظهم يا رب العالمين، ويحفظ بلدنا طبعا يا رب، ويحفظ شعب. ولسه بقى مصر ولادة بقى، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الطفل النهارده بنعلمه كاراتيه، وبنعلمه السيق، وبنظبط له قوامه الذهني والبدني، وبيطلع ما شاء الله تبارك الله حاجة كويسة، حاجة حلوة. ولسه مصر ولادة 120 مليون ما شاء الله تبارك الله. من غير أي كلام، أي حد يقف قدام مصر غاشمة. يعني ما بيشوفش، خلاص انا غشيم بقى. انت اللي جيت لي بقى، تعالى لي بقى، انت اللي جيت لي في ملعبي يا باشا. انا غشيم بقى، ما تلعبش معايا، ابعد بعيد عني. هي دي معنى القوة الغاشمة. القوة الغاشمة. ما بشوفش وقت الغضب او وقت الخطر، ما بشوفش قدامي، بدوس على طول. انت لسه بقى فاكر ان احنا بقى لسه بقى هنلعب معاك لا، مفيش وقت الخطر. وقت ما اي حد يفكر يخطي في مصر، او بس شبر كده من مصر، خلاص بقى انت كده بقى، خلاص بقى شوف بقى السواد بقى، لان خلاص انا قدامي سواد. انا مش شايفك، انا هدوس خلاص. يا واخد قوتي يا مناوي على موتي زي ما بيقولوا. وزي ما عملنا في 73، خلاص استعدنا يعني، خلاص بقى بقينا طب، وجت ساعة الصفر اوعى بقى، خلاص 6 ساعات قضينا عليكم، في 6 ساعات طلعناكم باللي بيسها، اوعى. بس سترناكم، يعني ان جيتوا للحق سترناكم، اديناكم بجمال كستور. ما مشيناكوش كده عشان عيب في حقنا، عشان احنا كمصريين جدعان برضه. ايوه بالظبط. امل مصر فوق طبعا. طبعا مصر دولة قوية جدا، وبنطلع نقول لهم مصر دولة قوية جدا. ولا بالذهب ولا بالفلوس ولا بالكلام ده. ليه؟ انا الذهب دي حاجة بالنسبة لنا احنا ولا حاجة. اجدادنا كفنوا بالذهب، اجدادنا احنا، قدمائنا، جدودنا كانوا متكفنين بالذهب. فالذهب ده لا يعنينا، كانوا بيلبسوا السليبر ذهب، فاللي هو لا قيمة له بالنسبة للمصريين. انما تراب مصر لا. شوفوا التراب بالنسبة لنا أغلى من الذهب. تراب بلدنا أغلى من الذهب. مصر دولة قوية وكبيرة طبعا طبعا طبعا. رمضان كريم، الله أكبر، تحيا مصر. ازيك يا حبيبي؟ طبعا دولة قوية وكبيرة، ودولة ولادة بولادها وبجيشها، مؤسساتها وشعبها قوي. حاولوا يفتتونا بس ما عرفوش، حاولوا يغرونا بس ما عرفوش، حاولوا يضحكوا علينا فاكريننا أغبياء، سذجة، ما عرفوش.
حاولوا يكسروا عينينا، ما عرفوش. صح كده ولا مش صح؟ اللي عايز ينضم جست يا جماعة يطلب جست، اللي عايز ينضم جست يطلب جست. اهلا بيكم. اللي عنده اي كومنت يكتبه، ويا ريت ندوس على الشاشة بعد اذنكم. بعد اذنكم ندوس على الشاشة ونعمل مشاركات للبث بعد اذنكم، فضلا وليس امرا. شكرا يا ماما امل، شكرا. ابو علي الهواري شكرا. ليه بقى؟ ليه؟ احنا كمان برضو بنجاهد معاكم، احنا كمان برضو بنسمعهم الكلام، ما احنا كمان برضو جنود، كلنا جنود للحفاظ على بلدنا، فكلنا نساعد بعض، كلنا نساعد بعض. ما احنا كمان كلامنا بيسمعوه بيوجعهم قوي، ظهورنا بيوجعهم، فبيحاولوا يحاربونا ويقفلوا لنا صفحاتنا، ونيجي نقول يا جماعة من فضلكم، سيستم البرنامج بيقول دوسوا على الشاشة واعملوا مشاركات، ساعدونا، احنا مش عايزين حاجة، ولا البرنامج هيأكلنا ولا هيشربنا، تمام؟ بس ساعدونا نوصل صوتنا، ما احنا كمان بنحارب معاكم عشان نحافظ على بلدنا، انما مش محتاجين حاجة من حد. طبعا طبعا اجمل بلد هي مصر، واعظم بلد هي مصر. مصر عظيمة، مصر اتذكرت في القرآن الكريم، ما أعظمها، ما أعظمها، واتذكرت في الإنجيل واتذكرت في التوراة. فمصر دولة قوية، دولة عظيمة، دولة ما شاء الله، يعني تبارك الله، ربي يحفظها يا رب العالمين. ونفضل كده نحفظها ونحافظ عليها، ونوعي شبابنا، ونوعي دايما أطفالنا، لأن ده حب مصر يورث. حفاظنا على بلدنا ده موروث احنا بنورثه لاجيالنا، وبنسمع الناس كلها، ونقول يا رب الناس تسمع وتستوعب كلامنا. فاللي احنا نطلع ونناهد، واحنا مش بنسمع، احنا عارفين كلنا، احنا كمصريين عارفين كل كلمة دي، بس احنا يعني لما يبقى في عندنا حد لجنة ونسمعه الكلام، يعرف مين هم المصريين، يعرف يعني ايه مصر، ويعني ايه نساء مصر وشباب مصر ورجالة مصر وقوة مصر وقوة رئيس مصر. يعرف مصريين فايقين مستوعبين، تمام؟ فاحنا نسمعكم الكلام، بس الكلام نسمعكم الكلام تحطوه كده، بيقولوا ايه، حلق في ودانكم زي ما بتقولوا. محدش هيقدر على مصر. عندنا رجالة بدون أسلحة ولا بدون أي حاجة، ولا بدون بالخيل. كانت المصريين بيحاربوا بالخيل، تمام؟ تاكل بني آدمين، تاكلهم. تحذير يعني، أنا بحذركم والله، أنا خايفة عليكم. فمحدش يستهون بالمصريين. احنا دولتنا دولة قوية، محدش يستهون بينا، ولا يستهون بالمصريين، ولا يستهون بأي قرار الدولة المصرية بتاخده، ما تستهونوش بيه. احنا بنلاعبكم واحنا قاعدين في مكان، ما بنتحركش، بس وقت الغلط زي محمود عبد العزيز بنطرطش زلط. اطلبوا جست يا جماعة. واخدين حياتنا كده، واخدين حياتنا بالضحك وبالهزار ويعني ايه يعني، اللهم احفظ مصر وجيش مصر وشعبها وجيشها يا رب العالمين، يا رب يا ماما امل، يا رب العالمين يحفظنا. وداخلين على ايام مفترجه، وفي عز، خدوا بالكم، انا عندي بس حاجه مهمه عايزه اقول لك، وفي عز ما جنودنا بتبقى صايمه، بتبقى كل ما بيبقى صايمين، كل ما بتبقى ارادتهم وعزيمتهم بتزيد،
احنا بالنسبة لنا احنا كمصريين كمان كل ما بنبقى في رمضان وفي ايام مفترجة عزيمتنا بتبقى قوية اقوى. هم اقوياء، ربنا بيبقى مدينا قوة فوق قوة. ده كفاية عليهم اهل السعيد، اقسم بالله، اقسم بالله العلي العظيم. يعني بس هقول لك على حاجة، البحيرة السواحلية، فمصر يعني مصر كل ده، كل قرية فيها وكل زقاق وكل حارة وكل شارع في رجالة. يعني انتم مش مستوعبين يعني ايه 120 مليون رقم، ما شاء الله، الله اكبر علينا، الله اكبر، الله اللهم لا حسد، الله يزيدنا يا رب العالمين لا ينقصنا. بتتكلموا في ايه؟ ده احنا نتغدى بيكم والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم نتغدى بيهم، بس دمهم زفر ما بنحبهمش. اي حد مش مصري بيبقى سبحان الله دمه في زفارة، ما يدلعش، نقرقشه بس كده. اطلبوا جيست يا جماعة، اللي عايز يطلب جيست يطلب جيست، اللي عايز يتناقش يطلب جيست يطلب جيست يطلب جيست. ابو علي، تعالى يا ابو علي. ايوه، نريح الحنجرة شوية عندنا. هيقول لك اتفضل يا يا بابا. مرو، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، بس نبعتوا لهم من كل محافظة 200,000 من الصعيد ما يمسحوا لا إسراء ولا اللي جنبيها ولا أمهم اللي وراها. شفت ازاي؟ ايوه يعني كان أمريكا ولا إسراء خالص من عيش الدنيا، ومش هنلبسوهم دور ده كستور، لا، ارموهم في البحر، خلي السمك ياكل. والله. اقسم بالله العظيم. شفت؟ ايوه والله. يعني هم فاكرين المصريين دولت يعني ايه، فاهم؟ لا بس لا لا العيب لا، مش عليهم، العيب مش عليهم، العيب من الاعلام المصري اللي ما بيظهرش قوة المصريين النهارده. الاعلام المصري ابتدى ينتبه للموضوع دوت. قعدنا 30 سنة مغفليننا ومنيميننا، بس احنا اقوياء، بس احنا مش ظاهرين. ظهورونا يا جماعة. انا برغم كده انا بشكر تيك توك على فكرة، انا بشكر كل مواقع السوشيال ميديا اللي هي ظهرت المصريين. النهارده الطفل بيطلع ظاهر، احنا ما كناش ظهرانين، احنا ما كناش، كانوا مغيميننا، قافلين علينا زي ما بيقولوا. لا لا لا، هم يحاربونا يقولوا سد النهضة، ويحاربونا يقولوا لك محاربين اقتصاديا، ومحاربين في كل مكان، شمال يمين، دور ليبيا، دور السودان، دور منا، دور من. لما نخلص عليكم احنا نرتاحوا. هياخدوا لهم مليون ماشي، ياخدوا لهم 10 20 30، ايوه. والباقي ايش مرتاح، مفيش مشاكل يعني. لا كده مصر ولاده، يعني ال 20 وال 30 دول هم هيكونوا هم جم امريكا منهم. وبالسلامة. خلي 50 يروحوا. ايوه يعني لا احنا المصريين يعني ما فيش، ما تشيلش ما هم. عندناش مشكلة، ما اه عندناش مشاكل فيها دي، بس هنخلص عليهم خالص. ايوه هم بالظبط كده. امهم امريكا. يعني هو زي ما رئيسنا قال، نستنى نشوف منيرة، زي ما رئيسنا قال. اتفضلي يا ست منيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة بس انضم معاكم. اتفضلي انضمي، اتفضلي سامعين حضرتك. انتي حضرتك بتقولي ان احنا يعني ما كناش ظاهرين ومش عارفين عننا وكده. لا لا، بالعكس، هو مين اللي حارب في اليمن لا ومين احنا اللي حارب احنا في احنا الجزائر؟ بنتكلم على الاعلام في الفترة اللي فاتت، في الفترة اللي هي العهد اللي قبل كده اللي هو ال 30 سنة. ما كناش الشعب ما كانش فيه تيك توك، ما كانش فيه السوشيال ميديا، ما كانش انا فيه كده. معاكي، انا اه مع حضرتك، بس التاريخ معروف، يعني اه الناس لا دي تاريخنا طبعا دارسة معروف. تاريخنا اكتر مننا نفسنا. احنا عندنا شباب ما يعرفوش حاجة عن الثمانينات مثلا، ايوه لكن بالظبط. هم اعدائنا دارسين عدوهم كويس قوي، ودارسين كل حاجة، وعارفين يعني ايه مصر. ما فيش مصري، لذلك انا بتكلم على الشعب المصري. يعني هي في استاذه شي
بتقول هي قصدها الاعلام النائم. احنا كنا في اعلام، كانوا منتبهين بس للاغاني، منتبهين احنا كنا للمسلسلات في اعلام خاين يا آه، استاذه، احنا كنا في اعلام خاين، مش ايوه اعلام بالظبط. نايم. هو ما كانش نايم، هو كان موجه، كان اي بالظبط حاجه. انما مش نايم. اصل الطفل اللي في اعدادي في مصر فاهم، صح. فاهم كل حاجه. بس النهارده السوشيال ميديا بقت اكتر واكتر وظاهره، وبعدين بقت طبعا تدوس على اكيد الاعلام. طبعا، دي شباك فتح على العالم كله. بالظبط. يعني بقت الدنيا كلها شايفه بعضها وفاهمه وكل حاجه. انا مع حضرتك في الحته دي، بس بقول لحضرتك يعني ان احنا بالنسبه لهم، بالنسبه لعدونا بالذات، هو فاهم احنا ايه. صح. هو مش محتاج بقى اعلام يقول له، ولا ده هو اللي بيوجه الاعلام بتاعنا اساسا. ايوه فاهماني؟ فهو عارف كويس قوي المصريين والجيش المصري والشعب المصري، بدليل ان هو ماسك العقل معانا لغايه دلوقتي. يعني صح. هو بيعمل حوارات بس مش قادر يواجه. صح. يعني هو بيواجه اي دولة تانية وبيضربهم، ايوه بيضربهم بالفعل. لكن هو جاي عندنا احنا بالنسبة له يمكن هو احنا اكتر دولة هو بيكرهها، واكتر دولة هو عايز يخلص عليه. ماسك العقل معانا ليه؟ صح. كلام ما حضرتك. تهورش، ما حدفش بومبة. فاهماني؟ ايوه. لانه هو فاهم كويس قوي هو بيتعامل مع مين، هو بيتعامل مع دولة الناس قوية دي. وشعب قوي، شعب عنده الحمد إرادة. شعب ضربه هو وحلفائه في بورسعيد بحلل وغطيان حلل. صح. ستات كانت بتذبحهم بغطيان الحلل. صح. فهو عارف يعني الشعب يمكن زي الجيش. مم. و- بس كلام حضرتك صح. ويا ريت يعني يكون مداخلتي خفيفة، يعني لا لا، شرفتيني ما كنتش شرفتيني يا حد أستاذة منيرة، سخيف حقيقي يعني. والله شرفتيني حقيقي. أنا حبيبتي متشرفة خليكي، بحضرتك والله، ربنا متشرفة يخليكي. بحضرتك. يا ريت حضرتك تتابعينا، لأن إن شاء الله في حلقات نازلة كده، حلقات متتالية إن شاء الله بإذن الله. واتشرف بحضرتك، ولو أعرف أخش معاكم مداخلات في الاستوديو والله يشرفني يعني. ربنا يخليكي ويعزك وتستمر ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح. تسلمي تسلمي تسلمي. شكرا يا حبيبتي. تسلمي يا استاذه، تسلمي. تسلم يا حبيبتي. اتفضل يا أبو علي الهواري، اتفضل. يا مريم، انا بقول لك أنا والله العظيم، والله لو هم ما حطوا عقلهم في راسهم اللي هنمسحهم خالص على وش الدنيا. امريكا وحلفائهم ولا حتى في النت، والله ما يجيبوا ال 150 دوله كلهم، ما صح. يخلي فيهم حاجه. صح. اقسم بالله العظيم. صح. واحد بيقول لك للأسف الشديد مصر أصبحت مش عارفة دولة إيه، مصر أصبحت أقوى دولة في العالم سياسيا واقتصاديا. كل آه حاجه. يعني بس زي ما قال الرئيس احنا مخبيين كل حاجه، بالظبط. واحنا برضه الصعايده مخبيين كل حاجه. بالظبط. مصر. والله العظيم. طيب تعالوا نستضيفوا اللي بيقول، نسمعه. اتفضل يا فنان أستاذ علي. صباح الخير. صباح النور. سامع حضرتك، اتفضل. كيفك؟ تمام. كيفي تمام، الحمد لله. كيفي الحمد لله. انا علي جعفر الحسيني من لبنان، بيروت. اتفضل يا أهل لبنان. حضرتك بتقول ايه بقى؟ سامع حضرتك. ليكي نحن اول شيء بنحب الشعب المصري كتير، والشعب المصري كتير طيب، والشعب المصري شعب كتير يعني هو في صلب القومية العربية، يعني هيدا الحكي ما فينا ننكره ابدا. لكن مصر خلال السنوات الفائتة هي تأخرت كتير بالسياسة الخارجية المصرية على الأقل. ويعني شاهدنا مصر عندما خرجت من محورها الطبيعي اللي هو يعني دائما مصر هي لديها محور وفلك تستطيع أن تعيش فيه. ما فينا اليوم نحن نأخذ مصر من هذا المحور. ايه هو بقى المحور والفلك اللي هي ايه هو المحور والفلك من وجهة نظر حضرتك اللي مصر مش عايشة فيه؟ هناك محور يعني تعتاش معه مصر
وتزدهر مصر وتزدهر أيضا القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لما مصر بتكون في صف سوريا والعراق واليمن والجزائر والسودان وهذه الجيوش الدول يعني الكبيرة، هناك تكون إرادة قوية جدا لمصر. لكن عندما مصر تخلت عن هذا المحور ويعني مين قال ذهبت بعيدا لحضرتك ان جدا مصر إلى تخلت دول على القضية الخليج، نحن الفلسطينية؟ نشوف اليوم مصر هي ثواني. مصر، مين قال لحضرتك ان مصر تخلت على القضية الفلسطينية؟ اكتب لي في الكومنتات. مصر عمرها ما تخلت على القضية الفلسطينية يا أستاذة علي، ماشي؟ أو بوجهة نظر حضرتك اللي مصر يعني تدخل في القضية الفلسطينية اللي هي تقف في تهجير أهلها من أرضها، لأ. تمام؟ اللي مصر تحارب، لأ. تمام؟ إنما مصر كدبلوماسيا وسياسيا مصر ما سابتش القضية الفلسطينية. مصر كوقفتها مع فلسطين. تمام؟ هو مين بيبعت المعونات لفلسطين؟ مين بيعالج أهل فلسطين؟ مين بعت حتى التطعيمات للأطفال لفلسطين؟ انتوا في لبنان جنب فلسطين، ما وقفتوش ليه مع فلسطين؟ انتوا لما الكيان ضرب عليكم صاروخين بقيتوا تتهجروا، تروحوا تجروا على سوريا وتجروا على العراق. صح يا أستاذة منيرة ولا أنا غلطانة؟ لا طبعا صح، كلام حضرتك صح. يعني أول ما كيان ضرب عليهم على الجنوب صاروخين بقوا يجروا، ياخدوا بالظبط عربياتهم ويجروا على سوريا. واللبنانيين ايوه بالظبط. ما هو واجهوش الكيان ولا في اي، احتكوا فيه. بصي مفيش حد بيواجه غير اليمن ومصر. تمام. يعني يمكن اليمن الدولة الوحيدة ما تهجروا يعني منهم ناس، بس في مقاومة، في شغل على الأرض شايفينه. إنما إحنا ما شفناش شغل من لبنان ولا شفنا شغل من سوريا. ما شفناش حتى السوريين اللي إحنا بنحبهم وصعبانين علينا وكل حاجة، بس إحنا شايفين السوريين دلوقتي بيساعدوا إسرائيل على احتلالهم. دول بيقولوا لك احنا عندنا الاسرائيلي احسن من بشار. اي نعم بشار كان حاكم سيء وكل حاجه، بس مش لدرجه ان انا ارحب بقى بالخنازير دول يعني على ارضي، مش أيوة. كده. ودول لما بيمسكوا في ارض بيقولوا لك دي وخلاص ورثنا، ما بيبقاش في امل يمشوا. بالظبط. يعني هم ما بيمشوش. ده احنا سبحان الله ان قدرنا نطلعهم من طابة بقضية قعدت مليون سنة على ما طلعوا منها. فازاي يعني ازاي انا نساعد بني اسرائيل على انهم يخشوا ارضي ويحتلوا ويتوسعوا ويطلعوا على جبل معرفش ايه، وبينهم وبين دمشق فرك الكعب؟ ايه يا جدعان انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما بدل ما تنظروا على مصر حرروا بلادكم. اما انتوا شاطرين قوي كده. انا من رايي حضرتك يا استاذ علي، بدل ما اتناقش في السياسه المصريه اتناقش في السياسه اللبنانيه. يمكن بلدي يعني ناقش السياسه اللبنانيه. على ايوه الأقل لبنان دلوقتي أولى بأهلها. لبنان دلوقتي عايزة تقف على حيلها، ومحتاجة محتاجة رجالتها أو محتاجة شعبها يتناقشوا في السياسات بتاعتهم عشان يقفوا أمام الكيان وتقوم دولة لبنان وتزدهر. بالظبط يعني كده. لبنان كانت مزدهرة، بس أنا يعني انا ما سيبش يعني ما سيبش بيتي منتهك واروح اعدل على احنا الجيران. كمصريين شايفين ان قياداتنا او سياستنا مع اي عدو او اي صديق سياسة سليمة 100%. تمام. بس ايوه احنا معنى كده عندنا ان احنا سياسه الدولة الوحيدة اللي واقفة قدام الكيان، واقفة قدام امريكا. ولا حد قدر علينا ولا حد وصل لنا زي ما بيقولوا. احنا عندنا صناع قرار محترمين، وعندنا الاداره السياسيه محترمه، وعندنا راجل محترم